القليلة الماضية مدرب النادي الأهلي الجديد بالتزامن مع اقتراب إعلان المارد الأحمر إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني. شهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة اليوم الأحد ظهور علي ماهر المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، وذلك بالتزامن مع تصاعد أنباء رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو عن القيادة الفنية للفريق الأحمر عقب الهزيمة أمام بيراميدز بثنائية دون رد في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز. وأكدت مصادر أن محمود الخطيب رئيس النادي يعقد اجتماعا مع محمد يوسف المدير الرياضي لبحث مصير الجهاز الفني وسط اتجاه قوي للاستغناء عن ريبيرو بالتراضي وتوجيه الشكر له، خاصة بعد النتائج السلبية التي حققها منذ توليه المسؤولية في 29 مايو الماضي. وقاد الأهلي في 7 مباريات لم يحقق خلالها سوى فوز وحيد مقابل 4 تعادلات وهزيمتين، مسجلا أسوأ انطلاقة للفريق في المسابقة المحلية. وتوقف رصيد الأهلي عند 5 نقاط فقط من 4 مباريات، فيما عبرت الجماهير عن غضبها عقب الهزيمة الأخيرة بمطالبة الإدارة بسرعة رحيل ريبيرو في وقت تترقب فيه الأوساط الرياضية القرارات المنتظرة من مجلس الإدارة خلال الساعات المقبلة بشأن الجهاز الفني. وتقوم الإدارة القانونية بالنادي الأهلي حاليا بمراجعة دقيقة لبنود عقد المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن رحيله عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم. وتسعى إدارة القلعة الحمراء من خلال هذه الخطوة لتجنب تكرار أزمة العقد السابقة مع المدرب السويسري مارسيل كولر، والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية حال إنهاء التعاقد. وكان الأهلي قد واصل نتائجه المتذبذبة في بطولة الدوري الممتاز بعدما خسر أمام بيراميدز بنتيجة 0-2 مساء السبت ضمن الجولة الخامسة، ليتجمد رصيده عند 5 نقاط فقط من 4 مباريات بواقع فوز وحيد وتعادلين وهزيمة. وعقب الخسارة أبدت جماهير الأهلي استياءها الكبير في المدرجات مطالبة برحيل ريبيرو الذي تولى المهمة في 29 مايو الماضي خلفا للمدرب المؤقت عماد النحاس، ولم يتمكن منذ ذلك الحين سوى من تحقيق فوز وحيد في 7 مباريات قاد خلالها الفريق.